إنجاز هيتكتب لك في التاريخ. إنجاز إيه يا زين؟ تعرف يا طه إنك أول واحد يدخل بيت الجناوي مخدرات. مخدرات إيه؟ هي أمي هي اللي جريت لك ولا مين؟ ده اللي فارق معاك؟ والله العظيم يا زين، والله العظيم أول وآخر مرة. كانت زلة شيطان ومش هتتكرر تاني. حس إنها آخر مرة، أنا متأكد من ده، عشان ده مش بمزاجك، ده غصب عنك. واحمد ربنا إن مش أنا اللي شفتها معاك. يوم تخرجي قلت قسم يا طه، القسم ده أنا عندي السعادة أطبقه على أمك وعلى أبوك الله يرحمه. يعني لو أنا شفت حتة الحشيش دي معاك كان زمان نفس الوقفة دي وقفنا في الجسم. تقصد إيه يا زين؟ قصد اللي أنت بتسمعه ده. ومش عيب إن الواحد يغلط، العيب إن الواحد يتمادى في الغلط. وأنا واثق في أخوي وعارف إن عمره ما هيتمادى في الغلط. اسمه إيه اللي اداك حتة الحشيش ده؟ ده واحد معرفوش، جبلني واداهالي وأنا اتكسفت منه فخدتها. واحد ما تعرفوش هيعزم عليك بحتة حشيش، واحد ما تعرفوش هتاخد منه حتة الحشيش تحطها في جيبك وتمشي. لا أنت صغير ولا أخوك صغير، عيب. اداهالي واحد أعرفه معرفة سطحية، مش صاحبي ولا مخلط معايا، اسمه زلطة. بس والله العظيم يا زين، والله العظيم ما هتتكرر تاني. اوعاك تكون الشوكة اللي في ظهر أخوك يا طه. أخوك كبير في البلد دي، من ناحية إن القاضي العرفي ومن ناحية إنه معاون مباحث المركز. أخوك طول عمره راسه مرفوعة في البلد، اوعاك تنزلها في الوحل. مش هتنزل يا زين، متقلقش. نولع السيجارة هنا براحتك. أنا معاك يا ليلى. الواد ده ولا يناسبك ولا ينفع تعيشي معاه. وأقول لك على حاجة كمان، لو كنت وافقت عليه كنت هقول لك بلاش. ربنا يخليك يا سندي في الدنيا. بس أنا عندي سؤال يا ليلى، أنت مشكلتك مع رضوان ولا مع أي عريس تاني؟ لا يا اخوي، مشكلتها مع رضوان، وان شاء الله لو حد تاني يتقدم وكان شهم وولد ناس هنفرحوا بيها. صح يا ليلى؟ غلط يا صفية. وتفكيرك غلط يا بنت أبوي. أنت عارفة غلاوة ومعزة زين عندي، بس الدنيا ما بتوقفش على حد يا ليلى. لازم تتجوزي وتفرحي وتفرحينا معاكي. دي كانت وصية أبوك الله يرحمه. زين زينة الرجال، بس في رجالة تانية كتير كويسين. خليها على الله يا منصور. ونعم بالله. شفتي؟ رأي منصور من رأيي. صفية الله يخليكي، سكت عليك النبي، أنا تعبانة ما قادراش أتكلم. هقفل على الموضوع، بس صدقيني لو فضلت كده أمك مش هتسيبك في حالك، هتجرفك في عيشتك. هي قالت لي كده بعضمة لسانها. الو. ايوه يا فندم، ازاي سيادتك؟ لا والله انت اللي وحشني، انت وكل الكتيبه. لا يا فندم، بتعتذر على ايه؟ بتعتذر على ايه سيادتك؟ حالا تلاقيني عندك. مع الف سلامه، مع الف سلامه، مع السلامه. في إيه يا منصور؟ عايزيني في الوحده. بس أجازتك لسه ما خلصتش. هبقى اخد اجازه كبيره لما نخلص اللي بيحصل في سينا. كل مرة بتروح وحدتك بتاخد قلبي معاك يا منصور. انا سايب قلبي هنا ياما. خلي بالك من نفسك يا ولدي. عشان نفتح محضر اتقفل لازم يكون في دليل قوي، وانت ما معكش اي دليل. هي بالبت اتقتلت وهي حامل في التاسع، يعني اكيد اللي قتلها هو اللي كانت حامل منه. وبعدين البت دي كانت شغاله في بيت هتلر، والبلد كلها عارفه سمعه ابنه. ده لو جاموسه عشرت بيشكوا فيه. ثق فيا يا بيه والدليل هيظهر. لما يبقى يظهر يبقى قول لي. والدليل هيظهر لوحده كيف يا بيه؟ مش لازم اجيب الواد واستجوبه؟ مفيش حاجه من اللي بتقولها دي هتحصل الا لما تجيب دليل. الامور مش هتمشي بالعكس يا زين. اللي شايفه سيادتك عن اذنك. زين، انا شايفك مهتم بالقضيه دي زياده عن اللزوم. في بينك وبين هتلر حاجه؟ ولا كان في بين عيلتك وبينه حاجه؟ لا يا بيه، عن اذن سيادتك. اتفضل.
مش لاقيه شغاله عدله بعد مليكه. طب وانا اعمل ايه؟ معرفش، ما قدامناش بقى اوبشن تاني، هنرجعها. لا مش هنرجعها. انا ما عنديش استعداد ادفع $400 في الشهر عشان شغاله. من سنتين دول كانوا 3000 جنيه، دلوقتي بقوا 7000 جنيه. انا مالي انا 7000 ولا 8000 جنيه؟ ايه المشكله يعني ما تدفعها؟ انت عارفه مصاريف البيت بقت كام؟ الرحمه بقى. هو ايه اللي ايه الرحمه؟ اللي يسمعك كده يقول ان انا بقول لك غير لي عربيتي كل سنه. انا ولا هات لي شنطه كل شهر. هو في ناس بتعمل كده؟ جوز رميساء كل سنه بيغير لها عربيتها بموديل السنه، وجوز دينا نفس النظام. بص يا هند، المفروض اللي تتجوز راجل تعيش معاه على قد امكانياته وتبقى راضيه، مش تقعد تقارن نفسها بصحباتها مين سافرت فين ومين جالها هديه ايه. حاولي تبصي على اللي عندك مش اللي ناقصك، لانك كده عمرك ما هترضي عن حياتك، واللي ما عندوش رضا عن حياته عمره ما هيحس بالسعاده. واوعدك اول ما افتح بيزنس بيجيب فلوس كتير كل شهر هجيب لك زي ما بيجيبوا لهم واكتر كمان. انت ايه يا ابني القصيده اللي انت رصيتها لي دي؟ هو انا قلت لك ايه؟ على فكره يا ادهم، اوعى تكون فاكر نفسك بتعملي اللي ما بيحصلش. اي راجل في مكانك هيعمل اللي انت بتعمله يمكن اكتر شويه. عمرك ما هتتغيري يعني. انا مش عايزه اتغير. يعني مفيش استهبال؟ يعني ايه استهبال؟ يعني هزار كده مع المودلز، وقفة مش طبيعية مع بطلة الإعلان، حاجات دي يعني. لا العادي بتاع آسر. أيوة، هو إيه العادي بتاع آسر؟ يعني انتي عارفه جوزك بيهزر مع الناس كلها، من اول المودلز والممثلات للعمال بالبوفيه. أنا قصدي مفيش حاجة مش طبيعية، صح؟ لا انا ما شفتش حاجه. طب بصي، مم. البنت دي شفتيها عنده قبل كده؟ لا خالص. ده لا بس انا عارفه شكلها، بس مش فاكره شفتها فين قبل كده. طب استني سيف بيتصل. صحي نوم يا أستاذ. ما أنا عارفة إن أنت كنت سهران. كنت سهران فين بقى؟ احكيلي. شفتش آسر؟ طب كان معاه مين بقى؟ بس؟ طب اقفل يا حبيبي، هكلمك بعدين. باي باي. بقول لك ايه؟ سيف بيقول ان هو كان معاه اصحابه بس. علي اقول لك على نصيحه. قولي. بطلي تدوري ورا جوزك. آسر لو عرف هتبقى مشكله كبيره ما بينكم، فخلاص اتعايشي مع الامر الواقع وما تخربيش بيتك. لا طبعا مش هتعايش مع الامر الواقع. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان الحب اللي جوايا لآسر مخليني واثقه ان انا هعرف اغيره. يا فندم لو عملنا كده هنضحك علينا البلد كلها. ليه يا زياد؟ عشان هندخل اسامي ناس كبيره وهنعمل دوشه وفي الاخر هترسى على ما فيش، ودول اتقل ناس فينا. طب ما يمكن زين يوصل لحاجه فعلا. زين ما معهوش اي حاجه ضد اي حد. ان شاء الله يبقى معايا يا زياد بيه. بعد اذنك يا باشا ادخن سيجاره. اتفضل يا زين. انت يعني متخيل يا زين ان هتلر وابنه بجبروتهم ده لو كانوا هم فعلا قتلوها هيسيبوا وراهم دليل؟ مهما كان المجرم حريص لازم يسيب وراه دليل، بس اللي بيعرف يلاقي الدليل ده لازم يكون ضابط مباحث شاطر. وانا بوعدك لو ثبتت القصه دي على هتلر ولده وعزه جلاله الله لا اثبت عليهم حاجات تانية كتير. بس الباشا يسمح لي